خبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. مكر الخارجية الفرنسية: فرنسا تتعمد نشر صور بزاوية تبتر الصحراء من خريطة المغرب. فرنسا تريد فسخ العلاقات مع المغرب. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. مكر الخارجية الفرنسية: فرنسا تتعمد نشر صور بزاوية تبتر الصحراء من خريطة المغرب، حيث نشرت السفارة الفرنسية بالمغرب على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للجناح المغربي المشارك في الصالون الدولي للفلاحة بالعاصمة باريس، وتعمدت نشر صورة من زاوية تظهر خريطة المغرب دون الجزء الجنوبي للصحراء المغربية. وأرفقت السفارة الفرنسية الصورة بتعليق أشارت فيه إلى عودة الجناح المغربي إلى المعرض الدولي للفلاحة بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من 30 تعاونية فلاحية مغربية تعرض من خلاله أكثر من 1600 منتوج فلاحي من إنتاج مغربي. واعتبر عدد من المتتبعين بأن هذه الصورة التي نشرتها السفارة الفرنسية تحمل في طياتها استفزاز مبطنا للمغرب والمغاربة، ولا سيما أن السفارة كان بإمكانها أن تنشر صورة واضحة للجناح المغربي تظهر فيها خريطة المملكة كاملة، خاصة أن عدد كبير من الصور نشرت خلال هذا الملتقى الدولي ظهرت في صورة الخريطة المغربية واضحة تتضمن الصحراء. وتشهد العلاقات الفرنسية المغربية توترا صامتا منذ حوالي عامين، وهو ما يزيد من شكوك الكثير من المتتبعين بأن السفارة قصدت اختيار هذه الصورة التي نشرتها بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة في باريس كتأكيد على استمرار الأزمة بين الرباط وباريس. فرنسا تريد فسخ العلاقات مع المغرب، حيث رد مسؤول مغربي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن علاقاته مع الملك محمد السادس ودية. في حديث مع مجلة ناطقة بالفرنسية نفى فيها ذلك في خطوة يراه مراقبون أنها تكشف وصول الروابط بين باريس والرباط إلى نقط غير مسبوقة. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب خطابه حول العلاقات بين فرنسا وإفريقيا في 27 فبراير بقصر الإليزيه، اعترف ماكرون بوجود مشاكل بين المغرب وفرنسا، لكنه قال إن علاقاته الشخصية مع الملك محمد السادس ودية وأنها ستبقى كذلك. بينما مجلة جون أفريكا الفرنسية ذكرت أن رسالة ماكرون لا تقنع الرباط، ونقلت عن مصدر مغربي مسؤول في الحكومة المغربية أن العلاقات ليست ودية ولا جيدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه. وأرجع الرئيس الفرنسي التوتر مع المغرب إلى قضية برنامج التجسس بيغاسوس وتوصية البرلمان الأوروبي المعادية للمغرب، لكن المصدر المغربي الذي لم تكشف المجلة عن اسمه اتهم ماكرون بإخفاء نقاط التوتر الأخرى عمدا، بما في ذلك القيود التعسفية على التأشيرات والحملات الإعلامية والمضايقات القضائية بحسب تعبيره. ويضيف المصدر الحكومي المغربي أن تورط وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن يتم دون تدخل السلطات الفرنسية، تماما كما لم يكن من الممكن تمرير تصويت البرلمان الأوروبي دون التعبئة النشطة لمجموعة التجديد التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية.